تعال أقول لك الأسباب الشائعة لحدوث الإمساك. الإمساك مشكلة بيعاني منها كتير من المصريين. يا ترى يعني إيه إمساك؟ الإمساك معناها إيه؟ معناها صعوبة في إخراج البراز أو قلة في عدد مرات الإخراج خلال الأسبوع، مدة لا تقل عن 2-3 مرات أسبوعيا. ده يعتبر إمساك. إيه أسباب الإمساك؟ لا، أسباب الإمساك يا جماعة كتير، لكن هنركز في الأسباب يمكن الشائعة اللي كل الناس بتعاني منها. رقم 1: قلة شرب المية. المفروض نشرب من 6 ل8 أكواب مية يوميا. طيب إذا ما شربناش مية، البراز طبعا بيكون جاف متحجر وبيكون في صعوبة في الإخراج. الناس اللي معتمدة في أكلها على النشويات والساندوتشات والوجبات السريعة، مفيش ألياف، مفيش خضار، مفيش فاكهة، طبيعي إن تكون الفضلات في الجسم تكون جافة وناشفة وفي صعوبة في إخراجها. في ناس للأسف طبيعة عملها بتجبرها على تأجيل الدخول الحمام، ودي مشكلة كبيرة جدا لأنها مع الوقت بتسبب ضعف في حركة الأمعاء. دور على السبب عشان تعرف تعالجه.